واقعة انسحاب منتخب السنغال في نهائي كأس أفريقيا كتكرر بنفس تفاصيلها في الدوري المصري اليوم، بحيث أنه خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية ومودرن سبورت حكم المباراة احتسب ضربة جزاء لكهرباء الإسماعيلية في آخر الدقائق كما وقع في النهائي ديال الكان، وهنا لاعبي مودرن سبورت بغاو ينسحبوا من المباراة وخرجوا من التيران لمدة 11 دقيقة تقريبا أو أكثر شوية، عاد رجعوا يكملوا الماتش. وفاش كملوا الماتش نادي كهرباء الإسماعيلية ضيع البيلانتي، والأكثر أن معلق المباراة قال بعد تضييع البيلانتي: بالكربون يا حبيبي بالكربون، البارح إبراهيم دياز واليوم علي سليمان. شوفوا كيفاش الأهلية المصري كيحاول يبين أن الجماهير ديال الجيش الملكي هي اللي استفزات جماهير الأهلي، وهي اللي خلاتهم يرميوا القنينات على لاعبي الجيش الملكي وعلى الجماهير المغربية في مباراة يوم أمس. الأهلي المصري نشر واحد البلاغ أكد فيه أنه قدم هو واحد التوضيحات للكاف باللي جماهير الجيش الملكي هي اللي بدات بمحاولة اختراق منطقة المشجعين وأنها هي السبب فيما وقع، ولكن الواقع والفيديوهات كتبين أن جماهير الأهلي دارت شغب جماهيري كتستحق عليه الإيقاف على الأقل لمباراتين.